يا بنات، جواكوا طاقة وقوة مش زي أي قوة. قوة أرقى من أي سحر. قوة لو اشتعلت بالإيمان هتهز عرش إبليس. ده سلاحك الأقوى وأنوثتك المؤمنة. ربنا قال: وليس الذكر كالأنثى. ده كلام مش ضعف، ده تكريم. الأنوثة عندنا مش بس نعومة أو شكل أو صوت. الأنوثة هي الحياء اللي بيغطي قلبك نور، واللين في كلامك وتصرفاتك، والسكينة اللي وجودك بينشرها حواليكي، والرحمة اللي بتهز القلوب. دي مش بس حركات، دي روح جواكي. السحر بيشتغل في الظلام وبيجي بالخبز، أما أنوثتك المؤمنة بتشتغل بالنهار، بتبني بيوت وبتضمد جراح لكل اللي حواليكي، وبتصحح قلوب قلوب أمتك كلها. مفيش صدفة إن القرآن نزل أول ما ينزل على قلب امرأة، عشان هي أصلا قوة التغيير. طب إزاي نفعل الأنوثة دي؟ أول حاجة، املي قلبك بالإيمان. خلي القرآن وذكر ربنا صباحك ومسائك. لما قلبك يكون متصل بربنا، صوتك هيبقى عبارة عن سلسبيل من الروح. تاني حاجة، استرجعي حيائك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء مش ضعف، ده حصن بيحميكي من كل فتنة. تالت حاجة، اعملي على حسن الخلق. كوني رحيمة لكن حازمة لما وقت ما تحتاجي. كلمة طيبة تريح مش تأذي. رابع حاجة، خلي سكينتك تبان، واختاري الستر اللي يعكس نور قلبك أولا. بلاش الصوت العالي، خلي الناس تسمع صوت كرامتك. خامس حاجة، زيني يومك بالأعمال الصالحة. صدقة بسيطة، كلمة طيبة، لو حد محتاج مساعدة. كل عمل صالح بيزرع شرارة نور في قلبك. طب ايه اللي هيحصل لو سبتي أنوثتك من غير حدود؟ لو سبتي أنوثتك من غير ضوابط وخليتيها للإعجاب والترند بس، هتكوني عبارة حرفيا عن قنبلة هدامة تحرقي بيها وتهدمي كل اللي حواليكي. ربنا قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. الجاهلية ما ماتتش، دي بترجع لما بنبيع حياتنا للهوى. وعشان نشوف قوة الأنوثة المؤمنة، خليني أحكيلك مثال عن حياة سيدة، وهي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. أول من آمن بالرسول في الغار، وهي اللي من يومها أمنت بقلبها وقوتها العنيدة لدعمها للرسول. لما الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وخاف، هي لمسته برقتها ومسحت خوفه وأمنت بيه وفضلت جنبه. بعفتها وحشمتها وقوتها كانت أقوى سند للرسول صلى الله عليه وسلم، وبيوتها كانت أول حصن للإسلام. القصة دي بتعلمنا إن الأنوثة لما تتشحن بالإيمان والحكمة بجد بتكون قوة ما تتهزمش. انتي سلاح ما يتغلبش لو اشتعلتي بالحياء وحسن الخلق والإيمان. أنوثتك المؤمنة مش مجرد شعار أو ترند، ده نور بيهدي وبيصحح القلوب. اللهم يا مغير الأحوال، يا مثبت القلوب، اجعلنا ممن يستضيئون بنور سيرة صحابياتك، ووفقنا لحيازة حياء يرفعنا إلى حيث يرضيك عنا، واجعل أنوثتنا زادا للحق لا فتنة للهوى، يا رحمن يا رحيم.